النهاردة في ملحمة كروية بين الأهلي والعين الإماراتي. طبعا جمهور العين ولاعيبة العين اتغروا، مش عارفين قيمة وحجم النادي الأهلي، فدي مشكلة في حد ذاتها، لأن النادي الأهلي زعيم أفريقيا، كبير أفريقيا وكبير الأندية العرب على العموم يعني. فمفيش نادي عربي في حجم النادي الأهلي أو عنده بطولات النادي الأهلي أو هيوصل للإنجازات اللي بيحققها النادي الأهلي على مدار السنين. فدي مشكلة وقع فيها نادي العين، مش عارف بقى سهوا ولا ايه. وكمان اللعيبة بتاعته دخلوا في الموضوع وقال لك احنا هننهي على الأهلي والكلام ده كله. أحب أقول لك إن المباراة هتتلعب في استاد القاهرة اللي هو أصلا استاد الرعب. تخيل بقى إن الاستاد ده مليان جمهور النادي الأهلي. انت يا عيناوي الأهلي على موتك ناوي، ما تحاولش. الكرة حاجة ان احنا نكرمكم حاجة تانية. احنا هنكرمكم وانتوا اخواتنا وحبايبنا واهلا بكم في اي وقت، انما في الملعب حرب. الحاجة الحلوة في الموضوع النهاردة ان الماتش هيتلعب الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة، والقنوات الناقلة للمباراة هتبقى اون تايم سبورت وام بي سي مصر. احلى حاجة في الموضوع ان ام بي سي مصر جايبة فهد العتيبي. عارف يعني ايه فهد العتيبي؟ يعني انت هتبقى قاعد كده في حتة تانية، هتتفرج على ماتش من نار. انا عن نفسي انا هتفرج على ام بي سي مصر. فهد العتيبي بيخلي الواحد يروح في حتة تانية، بيخليك قاعد كده متمزج، راجل واثق من كلامه. انت تحب التعليق بتاعه اصلا ايا كان هو من الفرقتين اللي بيلعبوا. انت بتحب حتى لو كانوا من بنجلاديش، الدور البنجلاديش، انت قاعد بتتفرج من حلاوة صوته ومن حلاوة التعليق بتاعه. بعد الماتش لنا لقاء تاني، بس نادي العين صدقني هتموت. نادي الاتحاد قبليك عملها وقال من النادي الاهلي، والجمهور قال من النادي الاهلي، وكابتن وليد قال من النادي الاهلي، وخد 3 على ارضه. تخيل انت بقى جاي وبتقل من النادي الاهلي ومش عامل احترام للنادي الاهلي، وجاي على استاد القاهرة استاد الرعب. فيا عيناوي الاهلي على موتك ناوي. اشوفكم بعد الماتش، سلام.